السلام عليكم. اهلا بيكم في مطبخ مني. النهارده هنعمل مع بعض فطاير الخضار في الطاسه، الترند اللي طالع دلوقتي على التيك توك. بس هنعمله بطريقه صحيه، طعمه جميل جدا. بجد الفطاير دي مش عايزه معاها غير كوبايه شاي بس، تعتبر وجبه متكامله. طعمها جميل جدا وصحيه، وطريقه تحضيرها بسيطه جدا وما بتاخدش وقت. هنعمل كميه كده من الفطاير ما بتاخدش وقت ابدا، سهله وسريعه التحضير. هنعملها من الدقيق الاسمر او الدقيق الحبه الكامله. شايفين الجمال ده؟ يلا بينا نشوف طريقه العمل. هنبدا دلوقتي بالطريقه على طول. هنجيب طبق كبير ونحط فيه اول حاجه كده 2 بيضه كبيره، وهنقلبهم كده بالمضرب اليدوي، وهنضيف عليهم دلوقتي ملح وفلفل اسود. هحط بقى دلوقتي تقريبا كده معلقه صغيره من ملح الهيمالايا، وممكن تستعملوا الملح العادي، وتقريبا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهنقلب بقى دلوقتي بالمضرب اليدوي كده حوالي دقيقة، لغاية لما يختلطوا مع بعض وتحسوا كده ان حجم البيض اتضاعف معانا شوية. بعد كده هنضيف عليه مج من المية او كوب من المية. الكوب ده سعة 250 ملي، وبنفس معيار الكوب هنحط حليب، يعني كوب من المية كوب من الحليب. بالنسبة لحساسية الألبان ممكن يلغوا الحليب ويحطوا كوبايتين من المية. وهنضيف كمان دلوقتي معلقة كبيرة من الخميرة، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده كده لغاية لما يختلطوا. وهنضيف عليهم برضو بمعيار المعلقة الكبيرة معلقتين كبار من زيت الزيتون او اي زيت نباتي انتوا بتفضلوه، بس انا هعمل في الوصفة زيت زيتون. هنحط معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهنرجع تاني نقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي. الوصفة دي مش هتحتاج معانا عجن ولا اي حاجة خالص، سهلة وسريعة التحضير كده، وفي ثواني تكون جاهزة. وبعد ما قلبتهم مع بعض بالشكل ده هنحط المادة الجافة الوحيدة معانا بقى، وهي الدقيق. يا اما تستعملوا دقيق الشوفان او تستعملوا دقيق الحبة الكاملة اللي هو الدقيق الاسمر، نفس النتيجة. انا هستعمل في الوصفة دقيق الاسمر او دقيق الحبة الكاملة اللي هو معمول من الدقيق الكامل، يعني مش دقيق ابيض. هنحط بمعيار الاكواب العيارية 2 كوب ونص من الدقيق الاسمر او الدقيق الحبة الكاملة او دقيق الشوفان زي ما انتوا عايزين. وهنقلب بقى دلوقتي بالمضرب اليدوي كده لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس. بيكون معانا القوام زي ما هنشوفه دلوقتي سائل لكن تقيل شوية. هنقلبهم مع بعض كويس كده بالمضرب اليدوي، يعني حوالي دقيقة كده لغاية لما نتأكد ان المكونات كلها اختلطت مع بعض. بيكون معانا بقى بالشكل ده خلاص كده جاهز. وده بيكون القوام بتاعه، بيكون معانا بالشكل ده. لو حطيتوا دقيق الشوفان برضو لازم توصلوا للقوام ده. هنغطي بقى دلوقتي على الطبق ده ونسيبه 30 دقيقة، نص ساعة بالظبط يعني، علشان يخمر والعجينة ترتاح معانا شوية. وده شكلها معانا بقى بعد ما سبتها 30 دقيقة. طبعا هي ارتاحت كده معانا وخلاص جاهزة بقى دلوقتي ان احنا نعمل الفطاير. في الوقت بقى اللي انا سبت العجينة ترتاح معانا جهزت الحشوة. انا معايا هنا جزراية صغيرة بشرها بالشكل ده، حزمة صغيرة من البقدونس مقطعاه صغير قوي، شوية بسيط كده تقريبا نص قرن من الفلفل الاحمر ونص قرن من الفلفل الاخضر. يعني الحشوة زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان لو عايزين تعملوها بالبطاطس ممكن تحطوا للاطفال بطاطس، هيحبوها قوي. او كمان ممكن تحطوا لحمة او فراخ تكون مستوية، يعني زي ما انتوا عايزين الحشوة. وكمان انا مجهزه معايا نص كوب من الجبنه الموتزاريلا، وده اختياري، ممكن تلغوها مفيش مشكله. يعني الحشوه اللي انا حطيتها عباره عن جزره صغيره مبشوره، حزمه صغيره من البقدونس، شويه كده من الفلفل الالوان الاحمر والاخضر او ممكن تحطوا اخضر بس، وتقريبا نص كوب من الجبنه الموتزاريلا. وعلشان يتقلبوا مع بعض كويس هجيب بقى دلوقتي معلقه خشب كده او سباتولا او اي معلقه، وهبدأ بقى دلوقتي اقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كده لغاية لما يختلطوا كويس زي ما هنشوف دلوقتي. كده الخليط بتاع الفطاير جاهز معانا. هو انا حابة اخليه يكون تقيل بالشكل ده. لو انتوا عايزين تخفوا القوام بتاع العجينة ممكن تزودوا شوية مية كده تخفوا القوام، لكن انا بالنسبة لي القوام ده ممتاز. بعد ما قلبتهم مع بعض كويس بالشكل ده، يلا بينا بقى دلوقتي نجهز احلى واجمل فطاير ممكن تاكلوها وانتوا عاملين دايت. لازم بقى في الوصفة دي نستعمل طاسة تكون غير لاصقة، نوع كويس. انا معايا هنا طاسة دي مقاس 16، ما هي صغيرة.
حطيت فيها مسحة كده من اي مادة دهنية انتوا بتفضلوها، عملت فيها مسحة من زيت الزيتون. وهنحط بقى دلوقتي شوية كده من الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده. هبدأ بقى دلوقتي افرده بالمعلقة كده، املى بيه الطاسة كلها. حجم الفطاير زي ما انتوا عايزينها، ممكن تعملوها فطاير سميكة او فطاير رفيعة زي ما انتوا عايزين الحجم بتاعها. انا بالنسبة لي الحجم ده كويس قوي. هنشغل بقى دلوقتي نار البوتاجاز على نار هادية، وخلاص كده انا حطيت الخليط بتاع الفطاير وفردته بالشكل ده. وهنغطي عليها كده لغاية لما تستوي وتبدأ العلامات بتاعة السوا تبان كده عليها من فوق وتتحرك في الطاسة بالشكل ده. كده هنقلبها على الناحية التانية. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا. هغطي عليها تاني بس اقل من دقيقة كده لغاية لما تستوي من الطبقة اللي تحت. مجرد ان هي تتحرك معانا في الطاسة كده يبقى هي كده خلاص استوت. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا، بس هي لسه ما اخدتش اللون اللي انا عايزاه من تحت. رجعت تاني قلبتها علشان تاخد اللون الاحمر الحلو. وكده بتكون جاهزة معانا اول واحدة من الفطاير، ما بتاخدش وقت ابدا، تقريبا دقيقة او دقيقتين كده على كل ناحية وبتكون جاهزة معانا. هعمل برضو مسحة تانية كده من اي مادة دهنية، انا استعملت زيت الزيتون. وهحط برضو كمية من الخليط بالشكل ده كده. وهجيب بقى دلوقتي المعلقة واوزعه في الطاسة بالشكل ده، املى بيه الطاسة كلها. ممكن تستعملوا طاسة اكبر او تستعملوا طاسة صغيرة، يعني زي ما انتوا عايزين حجم الفطاير. وهنفرده بالمعلقة بالشكل ده كده، بيتفرد معانا بمنتهى السهولة. وعلى نار هادية هنغطي بقى دلوقتي على الطاسة ونسيبها لغاية لما تتحرك معانا كده في الطاسة، وكمان العلامات بتاعة السوا تبان عليها من فوق، تبقى معانا بالشكل ده. اول ما تبقى شكلها كأنها ناشف معانا كده من فوق مفيش فيها سوائل، وكمان تتحرك في الطاسة، يبقى هي كده جاهزة ان احنا نقلبها على الناحية التانية. والعلامات البيضة الصغيرة اللي موجودة ديت الجبنة الموتزاريلا. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفس. بعد ما قلبتها على الناحية التانية غطيت عليها لمدة دقيقة كده لغاية لما استوت معانا زي ما هنشوف دلوقتي. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا، طعمها تحفة. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم قوي. وبتكون جاهزة معانا بقى دلوقتي تاني واحدة من الفطاير بتكون معانا بالشكل ده. وهعمل بقى دلوقتي باقي الكمية بنفس الطريقة كده لغاية لما اخلصها كلها. زي ما انتوا شايفين كده ما بتاخدش وقت ابدا، سهلة وسريعة التحضير. وهتدينا كمية كبيرة من الفطاير، يعني الخليط ده هيدينا 8 من الفطاير حجمها كبير زي ما انتوا شايفين كده. الواحدة بس بتكون مشبعة جدا جدا وسهلة وما بتاخدش وقت. واهم حاجة الطعم، طعمها بجد خطير. طبعا انا مش هصور لكم كل الفطاير ازاي عملتها لان ده طبعا هياخد وقت كتير في الفيديو. انا وريتكم بس الطريقة في اول 2 من الفطاير كده، وامشوا على نفس الطريقة كده لغاية لما تخلصوا الكمية كلها. ما شاء الله ادتنا 8 من الفطاير حجمها كبير وطعمها لذيذ قوي. وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده. شايفين ما شاء الله الفطاير شكلها جميل جدا مع شوية زيتون وكوباية شاي كده، ويبقى احلى فطار او عشاء. وكمان الاولاد ممكن ياخدوها معاهم في اللانش بوكس، او حتى ازواجكم ياخدوها معاهم الشغل، سهلة ما بتاخدش وقت وطعمها لذيذ قوي. شايفين ما شاء الله الفطاير طرية حلوة جدا. وممكن كمان ان احنا نلفها كده ساندوتش، او نحط فيها كمان جبنة كده ونعملها ساندوتش لذيذ كده، او ناكلها زي ما هي خفيفة صحية وطعمها حلو قوي. هوريكم بقى دلوقتي القوام بتاعها كده. شايفين ما شاء الله مستوية وجميلة جدا، ما تقلقوش ابدا بتستوي وتبقى حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وكمان ممكن نقطعها كده ونغمس بيها، حتى لو عايزين تغمسوا بيها اي حاجة انتوا عايزينها. بس بصراحة هي لوحدها كده مع كوباية شاي طعمها بجد خطير. هسيبكم بقى دلوقتي تتفرجوا على الفيديو كده واقول لكم السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا. لو عملته زي ما انا عملت بالظبط كده، يعني بنفس المقادير بنفس الحشوة بنفس كل حاجة انا عملتها، هتكون السعرات الحرارية للكمية كلها. لو عملته زي ما عملت كده بالظبط من غير تغيير، هتكون الكمية كلها سعراتها 1656 سعر حراري. 1656 سعر حراري. عملنا 8 فطاير حجمها كبير بالشكل ده، هتكون الفطيرة الواحدة 207 سعر حراري. الواحدة بس 207 سعر حراري. تاكلوا منها بقى على حسب سعراتكم اليومية. وطبعا ممكن تعملوها كمية اكبر من كده لو عملتوا فطاير اصغر شوية في الحجم، يعني الحجم على حسب ما انتوا عايزين. الفطيرة الواحدة 207 سعر حراري لو عملتوها حجمها كبير بالشكل ده. الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة وطعمها جميل جدا. اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة
ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان ترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة، وبألف هنا وعافية.